ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير دايما، واتمنى الحاجه اللي انا بعملها تعجبكم ان شاء الله. وحابه في الاول اشكر حبايبي اللي تفاعلوا معايا في الفيديو اللي انا نزلته. ربنا يكبر بخاطركم يا رب، وجبر الخواطر على الله. ودايما كده ان شاء الله يرزقكم باللي يجبر خاطركم زي ما جبرتوا خاطري. بشكركم جدا جدا حبايب مطبخ عزة على تفاعلكم معايا. النهارده بقى انا راجعه لكم، يعني انتوا التفاعل ده والله فتح نفسي ان انا اصور حاجات تاني. النهارده طبعا الجو صعب، وعايزين بقى نعمله ايه؟ يا عدس يا محشي. فانا قلت النهارده ايه نعمله العدس زي ما انتوا شايفين. دوت طبعا عدس انا غسلاه اهو. بصوا مغسول، الساعه عملت فيه ايه؟ مغسول اهو. ماشي. ده كده عدس مغسول زي ما انت عايزه، على قد عدد افراد اسرتك وعلى قد الكميه اللي انت عايزاها. دوت حوالي ربع كيلو ازر، لان انا بحبه مش يعني ايه، مش خفيف قوي ولا تقيل قوي. ده كده ربع كيلو. ماشي. ومعانا طبعا بقى كل الخضار اللي عندك في التلاجة هتحطيه. عايزه تحطي كوسه حطي، عايزه تحطي جزر حطي، خضره، بصل، طماطم، توم، كل اللي عندك حطيه. لان العدس عايز تحابيش وهو اصلا مغذي، فانت لما تحطي الحاجه دي كلها، الخضار ده كله هيعزز معاكي الطعم، ويدي العدس قيمه غذائيه عاليه. تمام. ومعايا طبعا الملح، ومعايا كمون، ومعايا كزبره، ومعايا شطه. العدس ما بتحطلوش ازيد من كده. ماشي. ومعانا طبعا العيش، لسه بقى هنشوف هنعمل فيه ايه. فاحنا كده هنجيب الحله اللي احنا هنحط فيها، طبعا فيها ميه. انا جايباها قدامكم كده عشان لحظه واحده نسيت البصل، هجيبه لكم. طبعا معايا بصل، انا قلياه في حبه زيت، طبعا مش قلياه جامد عشان برضو ما يحرقش الصدر. في ناس بتعمل التقليه دي بتوم، انا بصراحه بعملها بالبصل وبرميها في قلب العدس تستوي معاه، مش بعد ما يستوي اقوم حطاها. لا، انا بعملها وبحطها معاه. كده عرفنا بقى. ادي ميه اهي، وادي العدس اهو. ماشي. والعدس على كده مش رخيص يعني، العدس غالي برضو، كل حاجه غاليه والله. والله يعني ربنا يتولانا برحمته. يعني حبه العدس دول زمان ما كانوش بيكلفوا، لا النهارده بيكلفوا. النهارده بيكلفوا، وبيكلفوا رقم، مش ما بيكلفوش، بيكلفوا. تمام. ادي كده العدس اهو في ميه، وهنحط عليه البصل. طبعا انا جبت احطه معاكم الحاجه عشان تشوفوا، مش طبعا احنا كلنا اساتذه طبعا ورؤساء قسم، بس في بنوتات صغيرين لسه بيبتدوا حياتهم وبادئين حياتهم. اما تبقى عايزه وصفه تطلع على اليوتيوب وعلى النت، ما بقاش طبعا محدش معاه يوتيوب ولا نت النهارده، تطلع الوصفه وتشوف هتعمل ايه. طبعا ادي الكوسه، للناس اللي ما بتحبش الكوسه دخلها لهم في الاكل. طماطم، جزر، انا بحط جزر كميه كبيره حلوه عشان تصفر معاكي العدس وتديله حلاوه كده، طعم محلي. توم، خضره، بصل تاني اهو. ادي كده كل الحاجات الايه اللي هترفعيها على البوتاجاز. طبعا الميه دي شويه، انا هزود كمان حبه، ما تزوديش كتير قوي، لا تزودي شويه بشويه، شويه بشويه، لحد ما تعملي تلاقي الخضار استوى كله، تقومي منزلاه يبرد ونشوف هنعمل فيه ايه. ماشي يا حبايبي. طبعا التوم، قصدي الملح والكمون والشطه والحاجات دي انا مش بحطها دلوقتي، هنحطها وهنشوف الخطوه اللي هنعملها ايه. دوت كده نرفعه على النار ونشوف هنعمل ايه بعد كده. حبايبي رجعت لكم تاني بعد ما عملت العدس طبعا وضربته في الخلاط زي ما انتم شايفين. بصوا لونه حلو ازاي اهو. ضربته في الخلاط وصفيته. ماشي. اهم حاجه تصفيه. وهنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنحط عليه لسان العصفور، حمرتها اهي
ولو انت عندك شعريه وعايزه تحطي حطي، مش هتفرق يعني. لسان عصفور، شعريه، كله حلو. في ناس بتعمله من غير لا ده ولا ده. انا بقى بحبه السمكه دي، لا بحبه تخين قوي ولا رفيع قوي، زي ما انتم شايفين كده. كده برضو تقدري تفتتي فيه، تقدري تشربيه كأنه شوربه، مفيش مشكله. هعمل انا بقى دلوقتي، هنحط الكمون والفلفل والشط. لا مش فلفل، هنحط الكمون اهو، كمون وملح وكزبره وشط بس، هو ما بيتحطش عليه ازيد من كده. ونقلبه ونحطه على النار لحد المكرونه ما تستوي معاكي، بس توطي عليه علشان المكرونه ما تلزقش في قعر الحله ويشيط منك. وطي عليه بالراحه، لان برضو لو سبتيه عالي تلزق منك في ارضيه الحله وتبقى مش ظريفه يعني. ماشي، هرجع لكم تاني ان شاء الله. بصوا يا حبايبي، العدس خلص اهو زي ما انتم شايفين. ماشي، وادي الخلاط اهو، هنضربه بقى في الخلاط وارجع لكم تاني ان شاء الله. يا حبايبي، شايفين العدس بيغلي ازاي على النار اهو، في كل حاجه اهو زي ما انا وريتكم. تمام، انا ما زودتش الميه اللي انا وريتها لكم. لو انت عايزه بقى تزوديه على قد المقدار اللي انت حاطاه مفيش مشكله. كده هو لسه مستواش. ماشي، بس عايزه اوريكم ان كل حاجه فيه اهي. ماشي يا حبايبي، اخلص وارجع لكم تاني. يا حبايبي، انا خلصت لكم العدس اهوت، جميل جدا اهو، روعه ما شاء الله. اللون بتاعه جميل جدا جدا. طبعا بصوا لسان العصفور اهي بجد جميل، الطعم روعه. ماشي يا حبايبي، وطبعا بقى بيتقدم معاه مخلل وبيتقدم معاه بصل، سواء بصل اخضر، بصل من العادي، اي حاجه قدميها معاه. وطبعا معانا عيش اهو. العيش بقى طبعا انا محمصه في الفرن زي ما انتم شايفين كده، بجد روعه جدا زي ما تحبي بقى، بجد تحفه جدا جدا. اتمنى ان انتم تجربوه بالطريقه بتاعتي دي، هيعجبكم قوي بجد. وخفيف كمان، ما فيهوش شغل كتير ولا حاجه كتير يعني. وبيتقدم كده زي ما انتم شايفين. ممكن بقى تحطي العيش المحمص، تقدميه كده من غير عيش كشوربه، كله ماشي. واتمنى ان انتم تجربوه بطريقتي وتتفاعلوا معايا، وربنا يكبر بخاطركم ان شاء الله. قولوا لي برضو رايكم، تفاعلوا معايا في الكومنتات زي ما تفاعلتوا معايا في الفيديو اللي فات. والله انا حابه اشكر كل اللي دخلوا تفاعل معايا، ربنا يكبر بخاطرهم يا رب. وان شاء الله نتفاعل مع بعض ونقدم كل ما هو جديد في مطبخ عزة ان شاء الله. وده احنا بنتعلم من بعض، محدش فينا يعني جاب العلام للاخر، لا كلنا بنتعلم من بعض. واتمنى ان شاء الله تكبروا خاطري حبايب مطبخ عزة، واشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله. مع السلامه حبايبي.